من كام يوم كنت مسافر لمدة يومين وراكن العربية، ولما رجعت جاي بفتحها لقيتها مش راضية تفتح. قلت اهلا، البطارية باظت. وقلت يا رب تطلع اصيلة وتديني حتى تدويرة واحدة، مش عايز اكتر منها. وللاسف ما طلعتش اصيله زي بطاريه العربيه الاصليه اللي كانت جايه فيها. لا العربيه رضيت تدور ولا الشنطه اصلا رضيت تفتح عشان اطلع منها وصله البطاريه. واضطريت انزل الكنبه اللي ورا عشان ارجع منها للشنطه واخرج الوصله بتاعه البطاريه. خد بقى التقيله، انا كنت راكن وشي في الرصيف ويميني عربيه وشمالي عربيه، فلازم ازق العربيه لورا عشان اخد وصله من حد. بس انا فرامل اليد عندي كهرباء، قلت يا رب البطاريه تطلع اصيله وتخليني بس انزل فرامل اليد عشان اعرف ازق العربيه لورا. وبرده البطاريه لا طلعت اصيله ولا بنت ناس، دي طلعت بنت. وبلاش اقول لكم على نوعها بقى عشان الشركه بتاعتها ما تجريش ورايا، هقول لكم على نوعها في الكومنتات. المهم رحت لواحد صاحبي خدت منه باور بانك، وقلت بقى هعمل عنه فيديو واصوره ونعمل ريفيو للباور بانك اللي بيدور العربيه. وانا بدور بيه العربيه الصدمه بقى ان الباور بانك ما قدرش يقومها، بس الحمد لله عمل باصله وخلاني اعرف انزل فرامل اليد عشان ازق العربيه لورا. والحمد لله رجعت العربيه لورا وخدت توصيله من واحد كان جاي ماشي جنبي. نطلع بقى من الفيديو ده بايه؟ ان البطل في القصه دي هو وصله البطاريه الغلبانه ام 300 جنيه. فعشان كده لو عربيتك اوتوماتيك فوصله البطاريه من اهم الحاجات اللي تحطها في شنطه عربيتك عشان الموقف اللي زي ده، لان ساعتها سهل انك تلاقي عربيه تاخد منها توصيله، بس الصعب انك تلاقي العربيه والوصله في وقت واحد. اكيد بقى حصل لكم مواقف شبه دي قبل كده، احكوا لي عنها في الكومنتات وقولوا لي اتصرفتوا ازاي.